السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا في أتم صحة وفي أفضل حال. النهاردة بقى فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. أول حاجة هقولها بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح صدورنا وطمن قلوبنا، واصرف عنا يا رب العالمين الهم والحزن، وارزقنا راحة البال قادر كريم، وارزقنا يا رب السكينة قادر كريم يا رب العالمين، وطمن قلوبنا، واجعل أيامنا كلها مليانة بالفرحة والرضا يا رب العالمين قادر كريم. يا رب تكونوا يا حبايبي في أفضل حال. ربنا يسعد أيامكم كلها يا رب. احنا مش دايما يا بنات هنلاقي حد يفرحنا ولا هنلاقي حد يطيب خاطرنا. احنا عايزين احنا يعني نطيب خاطر نفسينا، نطيب خاطر كل واحدة تطيب خاطرها بنفسها. مش هتلاقي لو استنيتي حد يطيب خاطرك، مش هتلاقي. مش دايما يا جماعة، لان الظروف بقت صعبة مش سهلة. كل واحد بقى ملخوم بنفسه دلوقتي. فإما كنتش انتي تأقلمي نفسك وتعيشي لبيتك وولادك وتسعدي نفسك وتحطي الفرحة معاهم ديت، ما لو استنيتيها من بره مش هتلاقي. بصي، اكيد احنا بنكون زعلانين ومخنوقين، اكيد اكيد كلنا كده. بس ومش وبرضه مش من حقنا ان احنا يعني نتجاهل الحزن بتاعنا، او نقول لا احنا ما فيش حاجة. لا، احنا موجوعين، لازم نعترف ان احنا موجوعين. بس برضو ما دام اعترفنا ان احنا موجوعين وان احنا زعلانين وان احنا فعلا محتاجين نرتاح، محتاجين برضو عشان بيتنا وولادنا ونفسنا قبليهم ما نضغطش على نفسنا. ما ينفعش ان انا اعمل قوية وانا جوايا مكسورة، ما ينفعش. مهما اتظاهرت ان انا قوية وانا جوايا مكسورة، مش هقدر ان انا اكمل. لان الراحة النفسية بتيجي لما اكون صادقة مع نفسي، اما اكون صادقة مع نفسي. طب انا اتغلب على ده ازاي؟ اتغلب ان انا اقدر ان انا يعني اتغلب على حزني ووجعي واتعامل في بيتي مع ولادي ازاي؟ اول حاجه ان انا بستعين بربنا سبحانه وتعالى وادعيه من قلبي، اقول له يا رب طيب خاطري. لاني والله يا جماعه ما في حاجه بتهدي القلب زي القرب من ربنا سبحانه وتعالى. وده مش كلامي على فكره، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل ما هنقرب من ربنا وندعي له، كل ما هنلاقي نفسنا هدينا شويه. ونهتم بقى بنفسنا كده، زي أبسط حاجة كوباية قهوة حلوة، قاعدة مع ولادي، حتى أفضفض معاهم. أنا في عز وجعي بكتب لنفسي، عاملة لي اندكس كده وبكتب فيها التفاصيل اللي مضايقاني عشان أفك عن نفسي. ما أنا عايزة أفك عن نفسي، أنا تعبانة. أشغل نفسي إن أنا أخش على المطبخ، أقعد أرتب فيه، أسوي فيه، أطلع اللي في الظرف وأمسح المفارش وأرجعها تاني. لازم المهم ان انا ما اسيبش نفسي للفكر، لان الفكر اكبر عدو للانسان، اكبر عدو. اشغلي لما تكوني متضايقه وزعلانه ولا في حاجه معكننه عليكي، اوعي تستسلمي عشان خاطر نفسك يا حبيبتي وعشان خاطر بيتك وولادك محتاجينك. يعني انا في عز وجعي ببص لولادي اقول طب انا لو انا رقدت كده، طب وولادي هيعملوا ايه؟ ما احنا لسه لا عملنا حاجه ولا جهزنا ولا جوزنا، احنا لسه بنعلم. فاهمين قصدي؟ فاحنا عايزين نبص لنفسينا. انا بقول لكم، بقول لنفسي على فكرة، لاني انا الزعل هدني، الزعل كسرني، والوجع هدني وكسرني. فانا بقول لكم ان احنا نعمل حاجة احنا بنحبها، نشغل نفسنا بيها. اشغلي نفسك مع بيتك وولادك، قربي من ربنا في الدعاء، ادعي له، قولي له يا رب انا مش قادرة، انا تعبت وانت عارف اللي جوايا.
وما تقارنيش نفسك بحد، بتقوليش اشمعنى فلانة اشمعنى علانة. محدش شبه حد ولا حد زي حد. كل واحد في بيته مقفول عليه باب، وراه قصة، وراه تعب، وراه اختبارات من ربنا سبحانه وتعالى، وراه ابتلاءات. ما احناش شايفين الا الصورة من بره. الناس شايفة الناس من بره، مش عايشة الحكايات والروايات اللي جوه البيت. ده ربنا يعين كل واحد على حاله. محدش ياخد بالمظاهر يا جماعة، محدش ياخد بالمظاهر. احنا ممكن نشوف واحدة نقول بسم الله ما شاء الله دي حلوة ومتهنية ومش عارفة ايه، واحنا مش عارفين هي عندها ايه. هي تعبانة، عندها حد تعبان، افتقدت حد، عملت حاجة، فاهمين يعني؟ محدش عارف، رزقها قليل. انتوا شايفين الصورة من بره. فاحنا مش عايزين نبص لحد. انا عارفة ان احنا كلنا الحمد لله شبعانين وعنينا مليانة، بس عشان انتي ترتاحي نفسيا ابعدي نفسك عن جو المقارنات. جو المقارنات ده ابعدي نفسك عنه. ولما تلاقي نفسك مخنوقة فضفضي، احكي، طلعي اللي جواكي، بس استني شوفي انت هتحكي ايه والمين. لا، ده انت تحكي مع ربنا افضل لك، تكتبي في الاندكس بتاعتك افضل لك. انما اوعي اي حاجة مضايقاكي ولا وجعاكي تقولي اصل دي صاحبتي اصل دي. لا، انت ما عشرتهاش، انت ما تعرفيهاش. انا بقول لكم كده نصيحة. محدش يأمن لحد في الزمن ده، وحياة ربنا محدش يأمن لحد. سرك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، احكي له عنه، فضفضي معاه، انما ما تحكيش لحد. دي نصيحتي ليكي. ودايما قولي لنفسك كلام حلو، ان انا استاهل الخير، انا كويسة، اكيد ربنا شايف وجعي وشايف تعبي. خلي عندك امل، خلي عندك امل، واشكري ربنا كتير على كل حاجة هو مدهنا، على ان احنا قادرين ان احنا نتحرك في بيتنا بصحتنا. افتكري دايما يا جميلة انتي ان انتي تستاهلي الفرح كله حبيبتي، وتستاهلي الراحة والخير، ومفيش حد احق ان انتي تفرحيه غير نفسك. خلاص، ربنا يسعد قلوبكم وايامكم كلها، قادر كريم يا رب. انا بعمل معاكم بقى شوية محشي كرنب في عز وجعي وحياة ربنا، بس انا بحب محشي كرنب وبيتي وولادي بيحبوه. فانا عملت ايه يا بنات؟ انا شوحت بصلايه حلوه كده، بصلتين بصراحه، بصلتين كبار عشان الكرنبايه ما شاء الله كبيره. شوحت بصلتين، واول ما البصلايه خدت اللون الذهبي نزلت بالتوابل بتاعتي: ملح، كمون، فلفل اسمر، بابريكا، 7 بهارات، بهارات محشي. خلاص، حطيتهم مع بعض، وحطيت معاهم معلقه قرفه، وحطيت معلقه سكر عشان الحموضه. وسبكت الطماطم الحلوه الجميله زي ما انتوا شايفين كده. بس عشان اكون امينه معاكم، انا ضربت قرن فلفل احمر رومي معاها عشان يديني حمار للطماطم، عشان مش كانت حمرا قوي يا بنات. بعد ما خلاص استبكت طفيت عليها، وغسلت الرز بتاعي. كمية الرز يا بنات قد كمية المحشي، يعني شوفي كمية المحشي ايه ووزني. فاهمة قصدي؟ انا عن نفسي مش بملى الرز كتير قوي عشان السكر، فاهماني؟ فانتي ايه، كمية الرز دي بتاعتك انتي، على حسب كمية المحشي. الخضرة بتاعتي يا بنات بصوا بقى ايه هي: شبت، كزبرة، نعناع، بقدونس. شبت، كزبرة، نعناع، بقدونس. دي يا بنات خضرة المحشي بالنسبة لي أنا. وبتاكلي مني طبق محشي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وحياة ربنا مش شكرانية في نفسي، بس ريحته وهو بيتسوى كده وطعمه مش قادرة أقولك على الجمال. بصوا يا بنات أنا كده خلاص ايه، عملت الخلطة. بصوا ما فيهاش ولا نقطة مية، شايفين؟ الصلصة على قد الطماطم متسبكة حلو. بصوا الحلة ولا نقطة مية فيها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب. بعدين يا بنات بقى همسكها اقلبها في الصينية. انا بحب اقلب الخلطة في صينية واحشي في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شايفين الجمال ده، اللهم بارك. انا طبعا مش بحب اعمل رز كتير يا بنات، يعني بعمل الرز ايه يعني اقل من كميه المحشي شويه، عشان انا لو محشي بتنجان او فلفل انا مش بملى البتنجانه للاخر او الفلفلايه للاخر، لا للتلات ارباع. والمحشي برضو في الكرنب او ورق العنب بحط كميه الرز المناسبه، لا كتيره ولا قليله، مش بزود قوي عشان السكر. فاهمين قصدي يا بنات؟ ودي كانت الخلطه بتاعتي. بصوا ولا نقطه ميه في الصينيه، شايفين الجمال يا بنات؟
حشيت بقى الحله بتاعتي وعملت يا بنات طريقه لحمه. يا ربي على الجمال، يا ربي على طريقة اللحمة اللي أنا عملتها. أنا في العادي كنت بعمل اللحمة وأحطها تحت المحشي وأحشي بقى عليها. لا، أنا عملتها بقى بطريقة حلوة أوي يا بنات. بصوا، الاول انا خدت شويه صلصه عشان اعملها سقيه للمحشي. خلاص، خدت شويه صلصه في طبق كده، وحطيت برضو ايه شويه شوربه على قد كميه المحشي، دلقت عليها كميه الصلصه، وبعد كده رحت سقيت بيها المحشي. يعني بحب اخد كبشتين صلصه كده في التسبيكه عشان اضيفهم مع الشوربه، واسمي الله واصلي على الرسول، واقوم نازله ايه بكميه الشوربه، واقعد بقى ايه اظبط الحله كده يمين وشمال، بحيث ان هي ايه ان اخر سطر بس هو اللي يبقى باين. يعني انت تبقي شايفه، عشان البنات اللي لسه بتتعلم، شايفه اخر سطر بس من المحشي هو اللي باين. خلاص يا بنات. بصوا بقى القمر ده، القمر ده حكايه. بصوا، انا سلقت اللحمه عادي، حطيت ميه على النار، واول ما غليت حطيت ببهارات باسمه ايه دوت حبهان وورق لوري ومستكه ومرقتين مكعب مرقه لحمه وعود قرفه وجزرايه وبصلايه وفص توم. كل ده حطيته في الشوربه اول ما غليت ونزلت باللحم. كانت ريحه الشوربه اخر الشارع. بعد كده عملت ايه يا بنات؟ خدت كبشتين من الصلصه بعد ما اللحمه استوت، وقلبتهم في اللحمه ودخلتهم تحت الشوايه، لان كده كده اللحمه مستويه. مش قادره اقولك بقى على الجمال. وده كان اكل النهارده، وخللت شويه كرنب وبالهنا